معنا من تونس الكاتب والروائي التونسي كمال الرياحي، كما ينضم إلينا عبر خدمة سكايب زياد العذاري القيادي في حركة النهضة. أبدأ معك سيد كمال. عاما مر على الثورة التونسية، الاحتفالات اليوم يقول البعض بأنها تمتزج بنوع من الإحباط، كيف تقيمون ما تحقق خلال هذين العامين؟ طبعا مساء النور أولا. أهلا بك. أعتقد أن كلمة احتفالات اليوم فيها الكثير من المبالغة. صحيح أن الشعب التونسي نزل بأعداد غفيرة إلى الشارع الرئيسي، ولكن الاحتفالات لم أراها شخصيا، إنما رأيت الكثير من الاحتجاجات، الكثير من الاحتقان بين الجهات السياسية المختلفة. والدليل أنه كان هناك توزيع عادل أو غير عادل للشارع حسب الاتجاهات الإيديولوجية والسياسية التي تمثلها المشهد السياسي، يمثلها المشهد السياسي التونسي. لذلك كانت هناك الجبهة والجمهوري والمسار في محمد الخامس، وكانت النهضة في شارع الحبيب بورقيبة. واعتقد ان هذا الوضع وضع غير صحي بالمره، لانه يكشف عن هذه التفرقه الكبيره التي حدثت بين التونسيين، ويعني واقع التحزب الذي ضرب اللحمه الوطنيه والشعبيه في تونس بعد سنتين. يعني طيب. أن نتحدث عن احتفالات وفي الوقت أنه كان هناك احتجاجات أن الثورة إلى الآن لم تحقق جميع أهدافها، وربما طيب، لم أريد تحقق أن شيئا من أسمع أهدافها. وجهة نظر حركة النهضة في هذه المناسبة. احتقان بين الجهات السياسية المختلفة، احتجاجات، توزيع حتى في هذه المناسبة، توزيع للشعب التونسي وفقا للأيديولوجية. هنالك من تجمع داخل شارع حبيب بورقيبة ومن تجمع في محمد الخامس. يعني إذن على من تقع مسؤولية ما يجري اليوم في الشارع التونسي؟ تحياتي لكم وتحياتي لكل المشاهدين البي بي سي، وترحمي في هذه الذكرى التاريخية على شهدائنا، شهداء الثورة التونسية، ثورة الكرامة والحرية. أقول أن الاحتفال موجود اليوم، والاحتفاء بهذه الذكرى موجود في الشارع. رأينا الناس يعني صغار وكبار من مختلف الأعمار ومختلف الجهات في الشارع. هناك موسيقى، هناك أناشيد، هناك شعر، هناك تظاهرات مختلفة ومتنوعة. الشعب اليوم متنوع والحمد لله. هذه الصورة لم تكن نعرفها في تونس. ولكن سيد زياد، يعني كيف تصف بأن هنالك من يحتفل في شارع حبيب بورقيبة وهنالك من يقف في هذه المناسبة في شارع محمد الخامس؟ كيف تصف من قال بأن سنتين أو عامين مرا على الثورة التونسية ولم يتحقق شيء من أهداف الثورة، بل مزيد من الانقسام الاجتماعي، عدم ثقة بين الحكومة والشارع التونسي؟ أعطيني فرصة سأجيبك على كل. أنا قلت بأن المشهد اليوم في تونس هو مشهد متنوع، وهذا الحمد لله من بركات الثورة، لأن الرأي الواحد وعهد الفكر الواحد والشخص الواحد والحزب الواحد هذا مر وانقضى. الشعب التونسي اليوم من حقه أن يتنظم في أطر مختلفة، في أحزاب مختلفة، في تجمعات مختلفة، وفي جمعيات مختلفة. اليوم هناك خلط يتم للأسف بشكل واعي من قبل البعض، ربما بشكل لا واعي من قبل البعض الآخر، وربما في إطار إرادة للمزايدة، هو اعتبار بأن الثورة لم تحقق أهدافها وأن الثورة لم تحقق ما وعدت به. ولكن هناك في الحقيقة خلط بين الثورة التي هي في الحقيقة ليست إلا نقطة البداية لمسار إصلاحي شامل يستكمل إصلاح كل المنظومات السياسية والاقتصادية والإعلامية والأمنية والقضائية والإدارية إلى آخره إلى آخره، وليست هي نقطة النهاية لكل مشاكلنا. نحن اليوم عندنا في تونس والحمد لله فرصة تاريخية، فرصة ثمينة يجب أن يلتقطها كل الفرقاء السياسيون مهما تنوعت مشاربهم واختلفت أفكارهم وخلفياتهم. فرصة تاريخية لإصلاح أوضاعنا. هذا المسار قد انطلق،
هناك الكثير من الاشياء قد تحققت. هناك ميزانيه التنميه زادت ب 25%، هناك نسبه نمو كانت في 2 الا 2% اصبحت اليوم تقريبا في 3 او 3.5%. هناك زيادات في الاجور في عام 2012 ب 1000 مليار في ميزانيه الدوله من المدينه التونسيه. هناك مشاريع للسكن الاجتماعي، هناك مسار ايضا التاسيسي قد انطلق لبناء دستور تعددي ديمقراطي يبني دوله مدنيه تضمن الحريات. هناك اصلاح كامل للمؤسسات. العديد من النقاط ذكرتها سيد زياد. سيد كمال الرياحي، اذا هنالك ما تحقق في تونس وهنالك ارقام عبر عنها السيد زياد العذاري، وهي نقطه البدايه. التركه ثقيله، لماذا لا تعطى الحكومه فرصه؟ والله في الحقيقة أنا أمام يعني مشهد غريب وأمام حديث غريب. يبدو أنه الصديق الذي معنا الآن أكثر روائية مني كروائي، يعني ما يقوله شيء أشبه بالتخيل. يعني هذه ليست رواية. أعتقد. طيب أنا سمعتك. طيب سيد زياد، فلنسمح للسيد كمال أن يعبر عن وجهة نظره. سأعود إليك. تسمعني. أنا أعتقد أن المصانع الكثيرة التي أغلقت في تونس نسبة البطالة تفاقمت أكثر فأكثر. معدل البطالة، يعني معدل البطالة سيد كمال، يعني معدل البطالة إلا إذا كان لديك أرقام غير الذي لدينا، سقط من 19% إلى 17%. هذا ما أعلنت عنه الحكومة، تراجع. كما قلت الحكومة تعلن. نعم. إذا إنجاز كبير أنه يكون البطالة قد تراجعت في وضع هذه معجزة أن تكون المصانع تغلق كل يوم ونسبة يعني العاطلين في تناقص. أعتقد هذا معجزة، وهذا من بركات الثورة كما قال، وربما من بركات النهضة، وجانب يعني هبة إلهية هذه نزلت على الشعب التونسي في الوقت الذي يعاني. أنا أعلم جيدا أن نسبة البطالة قد تفاقمت أكثر فأكثر. هذا على مستوى الاقتصادي، وهذا لا يمكن أن ينكره أحد. في الجانب الإعلامي أيضا هناك تدني في مستوى الأداء، وهناك صراعات حزبية داخل المؤسسات الإعلامية بما فيها المؤسسات الوطنية. حتى في التسميات أصبحنا يعني أمام مهزلة، أمام حديث عن القناة الوطنية الأولى والقناة الوطنية الثانية. ما معنى أن نسمي قناة فضائية بالوطنية والثانية بالوطنية 2 والأخرى القنوات الأخرى ماذا سنسميها؟ ليست وطنية. مهازل كثيرة في المستوى الثقافي. الإعلام الثقافي شبه اختفى. وعندما نادينا كمثقفين برجوع أو ظهور برامج ثقافية، لأن المسألة قبل كل شيء بالنسبة لي هي مسألة ثقافية بالأساس، وما نراه من صراعات أحزاب هي صراعات ثقافية بالأساس. أتوا لنا ببرنامج تلفزيوني اسمه وللمثقفين رأي. يعني هذا العنوان عنوان غريب جدا يعكس قيمة الثقافة في تونس. ميزانية وزارة الثقافة يقع التراجع في مستوى ميزانية وزارة الثقافة وتقلص. في مستوى الأمني هناك توزيع، هناك ظهور شيء جديد، ميليشيات ولجان حماية الثورة، ما يسمى بلجان حماية الثورة، وهذه كارثة حقيقية على المجتمع التونسي. لأنه كما يقول ماكس فيبر، يعني الجهة الوحيدة التي عليها أن تحتكر العنف، وطبعا بالمفهوم الفلسفي والقوة واستعمال القوة، هي الدولة، في الوقت الذي تظهر فيه ميليشيات تهدد شرائح المجتمع وخارج على القانون. سأعود إليك، كيف يمكن ولكن دعني أسمع من السيد زياد. نعم. يعني سيد زياد، ملاحقة لإعلاميين، هنالك أحراق لمقامات، منها مقام سيدي أبو سعيد في الفترة الأخيرة. هنالك مواجهات بين متظاهرين ورجال الشرطة، كان آخرها في مدينة برقردان، وليس هذه المواجهة الوحيدة. هنالك عدم توافق وطني حول الدستور، عدم تحديد تاريخ الانتخابات. يعني كل هذه الأمور ألا تطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى نجاح الثورة في تحقيق أهدافها بعد عامين؟
شوف اختي، لا تتوقعي مني ان اقول لك بان الوضع وردي وان كل شيء جميل واننا احسن بلد في العالم. هذا الخطاب هو خطاب ولكن خشبي سيد زياد هذا ما قلته في البداية، يعني أنت صورت الوضع على أنه وردي في البداية. ارجوك اتركي لي فرصه كي اتحدث، يعني لا تقاطعيني كل ما اتكلم جمله، يعني ما عندوش معنى. انا اعتقد بانه يعني سيد زياد نوضح الفكرة، تفضل. أنت كنت تقاطع زميلك. طيب، قلت بانه لا تتوقعي مني بان اقول بان تونس يعني كل شيء جميل وكل شيء وردي وكل شيء ممتاز، هذا غير صحيح بطبيعه الحال. هناك تراجع اقتصادي، هناك صعوبات عرفناها، هناك صعوبات هي طبيعيه في مسارات الانتقال، ولكن هناك ايضا صعوبات مصطنعه مثل الاشياء التي تحدثت عنها، يعني احراق بعض الاضرحه ويعني بعض الانفلاتات الامنيه وبعض الاشكالات هنا وهناك. وهنا في الحقيقه يعني اتاسف عندما اسمع الحديث من السيد الذي كان يتدخل معك، يعني هناك ناس وكأن لا تفرح بأن وضعها في البلاد قد تحسن على بعض المستويات. بطبيعة الحال وضعنا لم يتحسن على كل المستويات. بطبيعة الحال أن مسارات الانتقال الديمقراطي في العالم كلها تعرف صعوبات، كلها تعرف تراجع اقتصادي، لأن هناك غموض، هناك توتر، هناك يعني تغيير، هناك ربما حتى بعض التشويش في الأذهان. الناس غير متعودة على كل هذا، ولكن التركيز فقط على السلبيات وتسويق صورة تشاؤمية في تحالف موضوعي بين قوى الردة وقوى يعني المعادية للثورة، وأيضا بعض القوى التي أعماها العداء الإيديولوجي، بحيث أن كل نجاح لهذا البلد يعتبر وكأنه نجاح لحزب نهضة أو لحركة إسلامية هم يعتبرونها حركة معادية ويعتبرونها حركة رجعية. هذا من حقهم، ولكن يجب أن لا نخلط الأمور. هناك تقدم على كثير من المستويات، هناك تحسن في كثير من المؤشرات، الوضع صعب، هناك رغبة في تعزيز التوافق السياسي اليوم. بالتأكيد هناك صعوبات، بناء دستور ليس أمرا سهلا. أنتقل من ما ذكرته عن تعزيز التوافق السياسي سيد زياد العذاري. سيد كمال، يعني هنالك اليوم وعود بتعزيز الوفاق بين مكونات المجتمع، العمل على توسيع الائتلاف، بذل المزيد من الجهود لدفع النمو الاقتصادي، توقيع عقد اجتماعي. يعني ما هي نظرتكم للمستقبل في ظل كل هذه الوعود وما تحقق اليوم؟ في الحقيقة سيدتي، نحن كنا متهمون سابقا في عهد بن علي بأننا نسيء إلى سمعة تونس في الخارج عندما نقول الحقيقة. اليوم عندما نقول الحقيقة نصبح متحالفين مع قوى الردة. لا أدري بأي معنى نتحدث عن حق التعبير اليوم في تونس، وكل من يقول الحقيقة يصبح متهم بالتحالف مع جهات ردة أو مع العلم أن كل المشهد الثقافي والسياسي في تونس يعلم أني مستقل ولن أنتمي ولا أنتمي إلى أي تيار حزبي موجود. لي شبه يأسي من ما يحدث في تونس، لأنه الأوراق واضحة تماما، صراعات حزبية ضيقة يعني ذهبت بأحلام الثوار وأحلام الشعب التونسي الذي انتفض من أجل من أجل الكرامة ومن أجل الحرية أو حرية بكل أشكالها، ومن أجل تحسين وضعه الاقتصادي. وطبعا المتخرجون من الجامعة إلى الآن يعني يعيشون بطالة كبيرة، ونتحدث هنا عن إنجازات ثورية. يعني عائلات الشهداء وغيرهم موجودون في الطرقات شبه الآن في حالة يعني مزرية جدا. ونحن ومجلس التأسيسي هذا الذي المطالب بكتابة الدستور تجاوز المدة بكثير، وهذه أموال ضخمة تضخ إلى المجلس التأسيسي في الوقت الذي نسمع فيه بتهديد بأن الميزانية قد نفذت وأن البلاد داخلة في سيد كمال الرياحي الكاتب والروائي التونسي، كما أشكر زياد العذاري القيادي في حركة النهضة. شكرا لك، وعذرا لم يعد لدينا وقت في هذه الفقرة.